أفخاذ الدجاج من مزارع فقيه. المقادير: حبة دجاجة كاملة من مزارع فقيه، بيض من مزارع فقيه، عجين أسمر، بصلة مفرومة، ملعقة مايونيز قليل الدسم، موزاريلا قليلة الدسم، بقسماط، طحين، زيت نباتي، ملح وفلفل أسود حسب الرغبة. طريقة التحضير: نبدأ بسلق الدجاج ونزيل منها الجلد والعظم، ثم نضيف زيت نباتي ونضيف البصل ونضيف الدجاج ونشوحه مع البصل، ثم نضيف مايونيز قليل الدسم. نخفق البيض ونبدأ بحشو العجين الأسمر بالدجاج. نحاول نشكل العجين على شكل فخذ الدجاج، ثم نغمسها في الطحين أولاً وبعد كذا البيض المخفوق ثم البقسماط. نحطها بالصينية ونكمل حشي باقي العجين. ندهنها زيت وندخلها الفرن بدرجة حرارة 250 درجة لمدة 10 دقائق. والآن صارت وصفتنا جاهزة. صحتين وهنا. يحتوي كل 28 جراما من أفخاذ الدجاج على جرامين من الدهون.